هذا ماشي من الحي المعسي، ماشي من الحي المحمدي، هذا طنجاوي. هذا هو التوزاني، دار التوزاني. هذا كانت عندهم مهمة في المرصى، رئيس مصلحة المستخدمين المغاربة في شركة لا مانيتونسيون ماروكين كتشغل المغاربة، وأبدع بين مزدوجتين الجوطونة. كيخلي العمال كيتصرفوا كيتزاحموا في الصباح باش ياخذوا الجوطونة، كيفرحوا في العشية، يقضموا كل واحد منه شوية شوية شوية. دار واحد الثروة ضخمة جدا ديال الأملاك العقارية، خصوصا على الطريق ديال مديونة، وأشهرهم هي الدار اللي كتسمى دار التوزاني. ما عندوش غير دار وحدة، ما عندوش أرض وحدة، عنده بزاف الأراضي، خصوصا في الجريدة الرسمية عندي الأرقام إلى آخره إلى آخره. وجازته فرنسا فأعطته أوسمة. هذا وسام يختار عليه سي الحاج محمد بن حمد التوزاني، الوسام على اليسار. وهنا هذا واحد من الأملاك العقارية اللي حاز عليها. هذا السي التوزاني كان كيشغل، كان كيستغل العمال ديال المرصى، خاصة اللي كيتسموا بالحمالة. هذه الصورة ديال الحمالة كيعمروا الخناشي ديال الزرع. كتكلم معكم الدجاجة، كتكلم بالعربية. الحمالة لي دوكيغ. طبعا كاين واحد الضغط كبير ديال الشحن والإفراغ على المرصد ديال الدار البيضاء. كان أكبر مرصد في المغرب، كان محتاجين بزاف العمال، ومع ذلك مارس عليهم واحد استغلال بشع. حنا نرجعوا بعد قليل. طبعا المرصد ديال الدار البيضاء هذه رافعة من الرافعات، وغنزيدوا شويه الخدام. احد الناس اللي كانوا خدامين من الحي المحمدي وذكرت لكم ربما هو صالح الخريبي السماوي. هاي الصوره ديالو متاخر، غابت هذه واحد العام 3 سنين. هو اللي عنده فم الحسن. نعم، هو اللي عنده فم الحسن. عنده ربما من الناس اللي عندهم القوالب فم الحسن. كان عنده قوالب فم الحسن، كان كيحضر بزاف الاجتماعات وإلى آخره. الصورة باقي شاب، كان تعتقل في 55 وتحكم بالإعدام. عندي وثيقة الحكم بالإعدام مع رشدي العياشي ومع الناصر هشبي إلى آخره إلى آخره. والصورة ديالو باقي صغير. وهذه البطاقة اللي تعطاته من طرف الإدارة السلطات المحلية باش يمكن يتحرك الدار البيضاء، لأن الحركة ديال المغاربة في وسط الدار البيضاء كانت محاصرة مقيدة. هذه الصورة اللي كتسمع لي بيسيكلات بين موتو اوتوريزاسيون سبيسيال لي سي صالح بن إلى آخره. هنا لا مانيتونسيون ماروكان. وزيدوا شوية قدام. دافع واحد الضجة كبيرة في الصحافة، خاصة الصحافة ديال حزب الاستقلال والصحافة ديال الحزب الشيوعي، وسماته بأسماء كثيرة، ألقاب كثيرة. بالمناسبة كما قال نشرته، أصلا كانت هو مداخلة في واحد الندوة ذات جمعية المغرب التاريخي حول المدن المراسي في تاريخ المغرب، وأنا تكلمت غير التوزاني بوحدو. ومن بين الحوايج عشان في الصحافة اش كتقول عليه سماتو، كان مسمياه اسمحوا لي ديكتاتور المرصى، ملك المرصى، المعلم، امبراطور المرصى، فامبير دو بور، ديكتاتور دو بور، لا سانغسو دو بيرسونيل ماروكان، العلقة. Sa Majesté Touzani, souverain, grand caïd, roi du port إلى آخره إلى آخره. وكان كيعاون واحد المجموعة ديال الكبرانات سماتهم الصحافة فوتور، باغازيت، كانيش إلى آخره إلى آخره. وكان كيفرض ديك الرشوة باش كتعطى، وكانت كترد الكلمات في المرصى اللي هي الفابور. هذاك البوربوار هكذا في الصحافة، والقهوة
والشورة الرشوة وإلى آخره إلى آخره. وحتى يغطي ويبيض سلوكه هو حاج ومخشي في الجمعية المغربية الإسلامية من المساهمين في التمويل ديالها ديال الأيتام وكذا وكذا وكذا. وكان فيما كيديروا المعارين ديالو في المرسى لما كيديروا شي تظاهرة عيد العرش ولا كذا ولا كذا، كيحاول يخلق لهم الشغب، كيقول لهم هذوك الناس راه ملحدين، هذوك الناس راه ضد محمد الخامس، راه هما كذا وكذا الى اخره. فهذا كان واحد 55 غادي تحكم ضمن واحد المجموعه اللي كانوا متواطئين مع فرنسا. 57 تاسست واحد اللجنه كتسمى لجنه التطهير، كترأسها المختار السوسي، وصدرت احكام على الناس اللي كانوا متعاطين مع فرنسا. نزعت لهم المواطنه، نزعت لهم الاراضي، والدار ديالو تخدات ليه خداتها المعارضه انذاك الاتحاد الوطني وكذا وكذا. هذا موضوع اخر طويل 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 ومهم جدا، والذاكره الشفهيه كتكتب عليه بزاف ديال دار التوزاني سي قنال في الحي المحمدي. لما كنقول العبدي اش من الشركه اللي كنقول يلا اللي جا نعطيه الميكرو. شركة دوكسيلو الرحمة ديال لوزين الزرع، راه باقا هذا المعمل باقي في الرشوة. الصورة ثاني لنفس المعمل، وكان معاه اخر ديال الزرع، ولكن هو المعروف هو هذا دوكسيلو. وكاين معمل ديال معمل كيدير الزرع وكيدير النسيج معروف. اوربونور الله يرضي عليك، اوربونور الصوف ديال السيد أكيد هو اللي كان أول خليفة في المقاطعة. هو أول خليفة تعين بعد الاستقلال ديمو الشريف. ومن بعد غادي يتنحى، كانت واحد المؤامرة ضدو، غنسيبو الجنوب، غادي يولي في الجنوب، ومن بعد غيتلا في باشا كنظن خليفة محمدي باشا ولدو الله يشافيه السي محمد راه عايش كيعيش في المدينة. شكرا على السؤال.